الله الله، سندس جميل قوي، سندس وربنا. بصوا يا حبايبي، الله عليا، بصوا الله عليا ولا مش الله عليا بقى؟ ايه رايكم في ايه؟ بالله عليكم ايه رايكم بقى في ايه؟ بص السمنه اللي نازله بقى منها، بصوا هو ده الصوص اللي بتقول لك عليه بسمله، اللي بتحبي تغمسه وتاكله بالبصل بالطماطم ده بيبقى جميل. شايفين؟ ايه رايكم في الحلاوه ديت؟ دي الاجنحه. مساء الفل، مساء العسل، مساء الجمال، مساء كل حاجه حلوه. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. هنبدا الفيديو النهارده بتاعنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل ايه النهارده يا جماعه؟ هنعمل صينيه بطاطس، وهنعمل وراك بتاع ده اجنحه بالبصل والطماطم في الفرن. ماشي؟ دي يا جماعه صينيه البطاطس. هنعمل صينيه بطاطس صغيره عشان ايه؟ مفيش حد موجوده الا انا وبسمله وصوص، محدش هنا معانا، فايه عشان الاكل ما يقعدش. ولو حد بقى جالنا من الحبايب اهلا وسهلا بيه، بألف هنا وشفا. هننزل يا جماعه بشويه فلفل اسود على البصل اهو، اللي انا حطيت بصلايه في نص البطاطس، شويه فلفل اسود وشويه ملح. اللي جابت لي معلقه بيت اهو اهي، حطيهم هنا سدس. صلصه اللي هي الطماطم المسبكه اهي في نص الصينيه اهو، هحط معلقتين كده في نص الصينيه عشان اوريكم ايه هعمل ايه تاني. انزل بقى بقيس البطاطس، كل البطاطس في اول رق، والتانيه اهي صغيره اهي في الايه من على الوش اهي. ماشي؟ دي مرقه دجاج يا جماعه اهي على صينيه البطاطس. هتقطع طرنشات عشان يبقى باين، مش عايز ياكل ما ياكلوش، هو قرن واحد بس. طبعا انا حاطه هنا على صينيه البطاطس ملح وفلفل اسود وكمون ومرقه دجاج ومعلقه سمنه على الوش، كلكم شايفين. ماشي؟ هننزل كده بحوالي كوبايه ميه على الصلصه، هنقلبها بقى كده. طماطم شرايح اه، ومقشراها. هننزل بقى بالحاجه الخرافه اللي بتخلي صينيه البطاطس رايحه في سكه تانيه، ودي لازم تحطوها وما تنسوهاش. تحطوا من على الوش كده ايه شويه زيت، بيدي لمعه بقى كده وبيدي طعم لصينيه البطاطس، تبقى حاجه كده من الاخر، في اخر من الاخر. انا هحطها على البوتاجاز هنا شويه وبعد كده ادخلها الفرن. لما يولع الفرن كله على صينيه صغيره كده وتسحب الغاز، لا، حطوها على البوتاجاز هتستوي نص سوا او تستوي خالص حلوه، تروحوا مدخلينها الفرن ومشغلين الشوايه من على الوش. احلى صينيه بطاطس. معلقه صغيره، طالما انا حاطه نص معلقه كده يبقى دي معلقه صغيره. حطيتها على التتبيله اللي هي البصل والطماطم والحاجات الجميله دي، واديله اتش. وادي معانا قرن فلفل برده هيتقطع بقى قطع صغنطوطه قوي على الخلطه بتاعت الاجنحه. الاجنحه حطيتها بزيت. طبعا هنا بصل وطماطم متقطعه مقشراها وقرن فلفل وملح وفلفل اسود وكمون، وهحط على الخلطه دي شويه زيت عشان في التتبيله اللي انا هحشي بيها الاجنحه تبقى 10 على 10. هنا في البوز هنا اهو كده الحته الطويله بتاعت الاجنحه دي انا بقطعها عشان بتبقى زفره بتصفر الدنيا. بصوا افتح بقى كده، التتبيله بقى تخش في قلب الجناح كله مع بعضه بقى، اديله ادي كده اهو. بصوا كده
بصل وطماطم وقرن فلفل مقطع قطع صغيره وملح وفلفل اسود وكمون وايه، وهننزل كمان بشويه ايه صلصه بتاعت معلقه مش كتير يعني. ماشي اهو هنعمل بقى كده. اديله بقى اديله دلوقتي. بصوا بقى كده قلبوا بقى، قلبوا الخلطه الجميله دي. انا مش قادره اقول لكم دي بقى الصوص بتاعها لما بينزل بيبقى شكله ايه وطعمه ايه. منظر الصينيه عامله ازاي. طبعا هي بتنزل سمنه كمان ودهون، اتفرجوا بقى عليها. فرن اهي. بصوا بقى كده، انا من شويه زودتها كمان اهي. بصوا قبل ما تخش الفرن بقى تاخد من تحت ومن فوق وشها بقى يحمر 10 على 10. اتفرجوا عليها هتبقى عامله ازاي. بصوا يا حبايبي، الله عليا. بصوا الله عليا ولا مش الله عليا بقى؟ ايه رايكم فيا؟ بالله عليكم ايه رايكم بقى فيا؟ بصوا السمنه اللي نازله بقى منها. بصوا هو ده الصوص اللي بتقول لك عليه بسمله اللي بتحبي تغمسه وتاكله. والبصل بالطماطم ده بيبقى جميل. شايفين؟ ايه رايكم في الحلاوه ديت؟ دي الاجنحه. ادي صينيه البطاطس. بصوا بقى البطاطس يا جماعه، انا بحب البطاطس ناشفه كده، وتحت هتلاقوا في دمعه جميله، بس بقى بتبقى الطماطم تخينه وتقيله ايه ده؟ هي مطبوخه في صينيه. هي اسمها صينيه ليه؟ عشان تبقى كده. لا فيها دمعة والله. ايوه فيها دمعه، ما انا بقول لهم بيبقى فيها دمعه بس مش كتيره. ايوه مش درجه اللي هي الناس يجوا جايبينها وطافين الفرن عليها وتلاقوها كده عشان الصوص يبقى تقيل. عشان تدوروا على البطاطس في وسط الشوربه عشان تطلعوه. وادي الارز ابو شعريه. شفتوا بقى جمال الحلاوه عشان تعرفوا ان انا مش هرمكم من حاجه. بصوا قطعتها ازاي. بصوا يا جماعه البطاطس. بصوا الله. اللهم صل على النبي. كلكم عارفين ان انا غبانه. بصوا بقى الدماغ، انا حبيت اجيب لكم حبه بشويه صوص. بصوا المنظر. يلا يا حبايب قلبي بقى، اشوفكم على خير. لو عجبكم بقى الفيديو والاكل اللي انا عملته النهارده اللي على قد الايد، ده اكل على قد الايد مش مكلف. يعني احنا بنعمل الحاجه الحلوه المكلفه، وبعمل لكم حاجات حلوه برضو على قد الايد. خلي الست اللي معاها عيال ولا جوزها على قده، يعني يوم كده ويوم كده، يوم اكله حلوه، يوم شويه كشري، يوم شويه مسقعه كده. يعني ايه العمليه دي تسند دي. اشوفكم على خير واعمل لكم الاحسن والاحسن. ماشي، وربنا يخليكم ليا ويزيدكم كده معايا كمان وكمان، ونورتوني وشرفتوني وانستوني يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم على خير. واوعى وشك مع ام حسام. اشوفكم فيديو جديد.